ولعل ميلنا إلى التحليل وإرجاع الأسباب لمسبباتها هو ميلنا لتحسين طرائق توجيه التلقي نحو الأفضل، بغية الكشف عن كل ما يتم إخفاؤه تحت مسميات مثالية باطلة، والمقصد من ذلك إسباغ دلالات إيجابية على الخوف والسلطة، أو محاولة الدفاع عن الإله الواحد المرادف للقائد الواحد، والذي تنتشر صوره في كل مكان، ويخرج الناس حاملين صوره ليعبروا عن حبهم الشعاراتي له. إن كل من يحاول تحصين هذه التقاليد الشمولية الميثولوجية في أصلها يعمل على تبرير الخوف والقداسة وتجميله على نحو مكشوف وباهت. لا يمكن إنشاء فلسفة فوق أنقاض نسق مقدس يعتمد على الخضوع والتسليم بفكر القائد الفيلسوف، إذ يستحيل أن يكون السلطوي فيلسوفا ناجحا، أو أن يكون الفيلسوف سلطويا حقيقيا. ما زال ثمة شرخ عميق بين رؤى الفلاسفة وأصحاب السلطة والمنظرين بخصوصها، حيث لم ترقى تنظيراتهم سوى عن كونها مسوغات تحايلية هدفها تجديد ثقافة القطيع والحد من بروز الإنسان المعرفي المتفوق، حيث نشأ الخوف في كنف الجهل واعتبر مقوما حقيقيا من مقومات نشر العنف والقداسة المتشبعة بالدم، ليسطر بسحنته الرمادية البؤس الموغل في الوجود. هكذا خيل للبشري أن الأساطير جزء من حياته، ولا بد من أن يوقرها كونها جزء من ديانته التي يعتنقها، والتي باتت لزاما عليه أن يصدقها ويتعامل معها كواجب وحرز للحفاظ على رأسه ولقمته في ظل منظومة تقاسمه كل شيء. مع ذلك، في ظل الخوف ينعدم الاستقرار، تصبح الحاجة للثبات أمرا حتميا في ظل حياة متزعزعة البنى، يلهث الأفراد فيها إلى شيء يحقق لهم الطمأنينة، حيث يسخر أنصار الخرافة من مواهب ومدركات المعرفيين، ويتعاظم ذلك الصراع المضطرب فيما بينهما ليعد امتدادا تاريخيا لمعارك الأمس، ليس لأجل السيطرة على الجغرافيا فحسب، وإنما لتشريع منظومة الأقوى كونه الأجدر بالبقاء على حساب الأضعف الذي يضمحل ويتلاشى. إننا نميل لإسباغ التعاريف على شتى المفاهيم التي نسلم بها مع كثرة إعادة حفظها وتلقينها في أنفسنا. كون المرء يميل إلى ما هو في سريرته الذهنية والفكرية على نحو رصين. لهذا كان التحديد بمثابة حصار، وصار هذا الحصار بمثابة لزام يشهد على عبث تلك المصارعة اللغوية بين فريقين، يزعم أحدهما أنه تفقه المعاني والأفكار عن كثب على عكس المقابل منه. لسنا مع القولبة والتجمد في متن مجموعة مسلمات، إن ذلك سبب ضراوة التوحش لدى الإنسان الشرق أوسطي عبر تصوفه الديني والحزب الراهن. إنه يمتص ويؤمن بعماء دون معرفة أن كل رهان على قولبة فكر مسلم به هو بمثابة مغامرة اعتباطية. ولهذا أدركنا أن المعرفة التي نسعى إليها كمعرفيين هو زبدة التنوير والخلاص من قيد الترهل الفكري والتسطح الإيديولوجي، لتدشين معالم ثقة ونهوض ضد أطوار الخوف التي رسختها المنظومة الأبوية بشقيها السلطوي والعائلي، حيث أن كل كتابة منحازة والإيديولوجيا تعريفا هي مجموعة أفكار نتقنع بها، تكون إما امتصصناها بالوراثة أو باللا شعور لا ننفك عنها، وإن ادعينا التحرر منها فآثارها جلية في الطباع، وإن تطبعنا بأفكار مكتسبة جديدة فدعوى التحرر من كل شيء نسبي يبقى مجرد رغبة، إلى أننا نتفاعل مع كل ما هو باطن فينا، وإن تطبعنا بأفكار رغبة منا في إقامة تواشج ما على صعيد الأفكار والتعاليم، إذ سرعان ما تتحول الأفكار لاتجاهات. أما التصوف والتجمد في قيعانها فتلك هي معضلة
واقفة حجر عثرة في طريق نهضة المعرفي، حيث يحيلنا الخوف إلى تخاطر وجودي حول تساؤلات الإنسان إزاء تجربة الحياة التي يعيشها من طور الصبا إلى طور النضج فالكهولة، لأن الخوف لا ينحصر مداه في العلاقة ما بين السلطة والجماهير، وإنما يتعداه ليشير إلى حياة المرء وقلقه من المستقبل، وذلك الغموض الذي يلف طبيعة الحياة والسلوكيات، مما تسبب لدى المرء حالة من الحيرة والتأمل في المجهول. فلا يوجد ما وراء العدم، حيث تنقطع فلسفة الأحياء بمجرد أن يموت الحي ويخرج من سجل الحياة الحركية ليتعفن ويتفسخ ويعود لاستيطان التراب، ليتحول إلى شيء آخر وينضم للوجود على نحو متلاحم متوحد بكل ذرات الحياة ومصادرها. إن تأمل الوجود لا بد وأن يمر من بوابة القلق. لماذا يخاف الإنسان في ظل الوجود المتشعب والذاهب به للترهل والفناء؟ ولماذا يضع البشر العراقيل الجمة في طريق بعضهم البعض للحيلولة دون التمتع المنصف بمتع ولذائذ الحياة؟ فإلى جانب العدم الذي هو مصير كل الأحياء، يقف الإنسان في وجه المقابل منه دون وازع معرفي، وإنما قائما على إلغاء الآخر لتقديم الذات. سفك الدم بمثابة تعجيل قدوم العدم ليقبض على كل متحرك، ولعل الفوضى الناجمة عن العنف هو ما يخيف أكثر، وسط عالم أباح الموت في كل مناحي حياته، فالقمع وقتل الحب وهدم العلاقات الطبيعية وتلويث الطبيعة عبر الحرب، كل ذلك جعل الخوف الأكثر قربا من الإنسان وبقية الكائنات، حيث يتحلل الجمال المجسد في الإنسان إلى وهم ودخان ناجم عن الخروقات الكبيرة للإنسان الجشع والأناني، وإطفاء مسوغات مقدسة واهية على طبيعة حربه ضد الآخرين. لقد برزت المحن العديدة بوجه المجتمعات الساعية لحريتها وسط تابوهات كثيرة شلت حركتها، مما تعاظم قلقها تجاه مستقبلها. هو ذا المستقبل قد أفصح عن وجهه، وما لبث أن مر المجتمع بفوضى كبيرة جراء ذلك العسف والجور المتراكم، والذي أنشأ داخل المقموع ثورة هائلة ضد ما يشبه العدم والموت، حيث يقول نيكولاس بيريدييف: إن الموت هو الحقيقة الأعمق والأكثر دلالة في الحياة نفسها، لأنه يأخذ بالإنسان فوق ظواهر حياته اليومية السطحية. إنه الشيء الوحيد الذي يجعلنا نفكر في معنى الحياة ذاتها، والحياة نفسها لا معنى لها إلا في دلالة الموت عينه. إنها بلاد تعيش في دوامة الأحلام والآمال التي لا تنضب، كونها محط مواجهة وإصرار ضد تلك المظلومية التاريخية التي يعيشها الشعب الكردستاني في أجزاء وطنه المحتلة. لهذا كان هذا الصمود والعناد بمثابة انتصار على مستوى الأفكار والآمال، وبذلك يمثل تجاوزا على الحياة التي يعيشها الإنسان الكردستاني على الهامش، حيث الوطن هو معنى الحياة المنتصرة على مفاهيم الموت والتلاشي. دعت حاجة المرء للتمسك بجذوره كنتيجة طبيعية عن شعوره بالغبن والظلم، وكذلك فهذه الحاجة تعد بمثابة البنية القويمة التي ينشدها الإنسان الطبيعي في زمن الحروب والإقصاء المفروض. إن استمرار النظم القمعية في سلوكها إزاء شعوبها هو بمثابة الموت متعدد الأشكال، والذي يتم ممارسته لمزيد من الاحتقان والتحلل والفوضى المتراكمة. فحينما تتحول الحياة لميدان لممارسة الموت، تتعطل المدارك والمواهب الساعية لتمتين العلائق الطبيعية، تتحول المؤسسات والنظم إلى سلاح ضد الشعوب، حيث يكتظ الحدث الزماني والمكاني بأصناف الإبادات الثقافية والاجتماعية، وتصبح الحياة أشبه بموت طبيعي هاجس لا ينفك عن تفاصيل عيشنا وتوترنا،
يرافقه الإعلام الذي يسوق الوجع والعنف والدم، لتتحول الحياة هكذا لمشاهد عن الموت تتموضع في كل ركن من أركان الحياة لتعبر عن نفسها بمظاهر الديكتاتورية والإقصاء وقمع الأقليات والحروب الدينية والتشرذم المجتمعي. فمن المفيد في هذا الصدد معرفة أوجه الموت المقدسة في مفهوم النظم الاستبدادية القمعية. إنهم يفرضون العنف على نحو ممنهج عدا عن شبح الخوف الوجودي لدى الإنسان. ثمة خوف سياسي اجتماعي نفسي يستوطن تفاصيل الحياة، لا يمكن القفز فوقه أو تجاهله في ظل ذلك الغبن المفروض. يكمن ذلك التباعد بين جماعات، والتي تصبح مستعدة لأي تصارع دموي، لنجد الخوف هو العشبة المفضلة لهذه الأنظمة، والتي يتم استعمالها لإطعام القطيع البشري المتهالك عبر أطوار حياتها وعيشها وتقادم أجيالها. دمتم بخير، ونلتقيكم في حلقة مقبلة.